تفاعل اللاعب الأصولي المغربي إلياس بن صغير مع منشور الصفحة الرسمية لتيليفوت الفرنسية بعدما قام بإعادة نشر منشور خاص بالحلقة التي ستبث على القناة بخصوص برنامج لتقريب مجموعة من اللاعبين الشباب من بينهم لاعب موناكو بن صغير. وجاء في عنوان المنشور: إلياس زيدان وإلياس بن صغير وجيريمي جاكي إنه مستقبل كرة القدم الفرنسية. وتفاعلت مجموعة من الجماهير المغربية مع عبارة مستقبل الكرة الفرنسية، والتي أثارت التساؤلات، خاصة أن التقارير أكدت مؤخرا قبول اللاعب التواجد رفقة المنتخب المغربي في الفترة المقبلة. وكان اللاعب قد تواجد في إحدى مباريات المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة لحساب منافسات كأس أفريقيا. يشار أن إلياس بن صغير وكما أشارت التقارير لم يتواجد رفقة الأشبال في التجمع الماضي بسبب الإصابة التي ألمت به مؤخرا، رغم أن اللاعب يمثل حاليا المنتخب الفرنسي. عاد مانشستر يونايتد ب3 نقاط من ملعب مضيفي شيفيلد يونايتد بعد الفوز بهدف لواحد في مباراة الدورة التاسعة من بطولة البريمير ليغ. وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل هدف لمثله. وفي الشوط الثاني بغت المدافع البرتغالي ضلوط أصحاب الأرض بصاروخية استقرت في الزاوية 90 معلنا الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 77. وقام الدولي المغربي سفيان أمرابط بمباراة كبيرة وهي وسط الميدان، وكان بمثابة جدار الدفاع الأول، كما كان يشارك أثناء بناء العملية الهجومية. وكاد في الدقيقة 67 أن يسجل هدفا عبر تسديدة مركزة ارتطمت بالقائم الأفقي، كما ساهم في الهدف الثاني لفريقه بعدما انطلقت الكرة من رجله. وتحصل سفيان على تنقيط جيد بلغ 7.5، كما نال إشادة كبيرة من طرف جماهير يونايتد وكاد من المحللين الرياضيين.